شكرا لعصام واهلا بحضراتكم من جديد. منتخب تونس كان على بعد اقل من دقيقتين من التأهل الرسمي الى ربع النهائي، حتى جاءت ركلة الجزاء وغيرت كل شيء، واخذت المباراة الى التمديد الى شوطين اضافيين مع هذه المشادات الكلامية، والحكم في حديث مع اللاعبين وكذلك مع مدربي الفريقين. لكن في النهاية حدث ما حدث، ذهبت المباراة الى شوطين اضافيين. كريم، منتخب تونس فعل كل شيء بشكل صحيح، حتى جاءت ركلة الجزاء بشكل غريب. حقيقة السيناريو صعب، يعني فريق أدى أعتقد مباراة ممتازة على كل المستويات، على مستوى التكتيكي، على مستوى الروح، يعني في تطور ملحوظ على كل المستويات. هدف يعني في دقيقة 90، أعتقد أن رغم أنه لعب ساعة كاملة يعني لاعب بزيادة عددية، لكن على المستوى الهجومي نفس الكلام، يعني حقيقة في مشاكل على المستوى الهجومي. لكن هذه كرة قدم، يعني لازم الفريق في الفترة أو الوقت يعني الأشواط الإضافية لازم يكون نفس التركيز، لازم يكون نفس الروح. عندك لاعب زايد لازم تحاول تكسب مباراة، وتكلمنا يعني اليوم خروج المغلوب لازم تكون مركز لآخر دقيقة، ما اكتبش يعني الانتصار في 90 دقيقة. لكن أعتقد أنه المباراة إن شاء الله تأثير البينالتي ما يكون كثير على اللاعبين، هذا مهم جدا. سيناريو هذه المباراة كابتن محمد يحتاج الآن إلى تعامل ذهني خاص وقوة ذهنية كبيرة للخروج من هذه الظروف الصعبة بعد أن كنت قريبا جدا من التأهل. ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. لازم يستعيدوا الهدوء، لأن اللعيبة خلاص بعد ما سجلت الهدف تونس قالت احنا ضمننا المكسب. لا، الكرة لحد صفارة الحكم، فلازم اللعيبة تبقى هادية. انت دلوقتي 11 ضد 10، هدف حلو من الياس وما عملوا شواط، لازم الهدوء يبقى موجود، ترجع للتركيز وتلعب السهل يا كابتن محمد. الشوط الثاني فيه لعب صعب، فيه ميس باص كتير قوي، العبوا السهل وقربوا من بعض، والجناب فاليري مع العبدي يطلعوا ويساندوا مع بن رمضان، ممكن التسديدات الموجوده. فانت الاهدى اللي هيكسب، انت ال11 عادي. السيناريو يعصب الامور او يصعب الامور، انما المباراه حتى صفاره الحكم الاكسترا تايم محتاجه الهدوء ومحتاجه الايقاع يبقى اسرع بالنسبه للمنتخب التونسي. حاتم، طالبت بالشواط، شارك الشواط وسجل هدف تونس الوحيد. يعني هو الهداف الدوري التونسي، يعني اعتقد ان المهاجم كان يستحق ان ياخذ فرصه، لكن اكيد بالنسبه لسامي المسؤولي هو المهاجم الاول. على كل حال قدم لنا اضافه لما دخل، اعطاه اضافه وعمق للمنتخب وسجل الهدف. اكيد انه تعرف الريح الموجوده في الملعب هي تدفع من اجل معنا. في الشوط الثاني كانت لصالحنا. احنا كنا نتكلموا محمد لما ركله الجزاء بالنسبه لمالي، الكره يمكن وقفت في الهواء صحيح، ولذلك نزلت على يد الهواء كان واضح، الهواء كان عود داخل. على كل حال هذه كره القدم، يعني احيانا الانسان انه في بعض الاشياء معنا الكره اثرت في الهواء، اثر في هذه الحاله. مع اخراج حنا بعل. حاتم، يعني حنا بعل هو كان يعني من افضل اللاعبين اذا ما في هذه المباراه، يعني كان جيد جدا بخصوصيات. ادخل بالرمضان يمكن بدني كذلك يريد ان يعطي اكثر شوط، كذلك انه حنا بعل لديه كارت اصفر يريد كذلك الحفاظ على اللاعب. في كذلك انه يتكلم كثيرا مع الحكم، فكان خايف على اللاعب ان يتحصل على كارت اصفر ثاني. في كل الاحوال منتخبنا قدم نوعا ما 90 دقيقة جيدة، لكن ينقصنا نوعا ما الهدف. نتمنى نشوط الحصص الإضافية نظهر بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى التوازن، وأن نستغل الفرص التي إذا أتيحت لنا في الحصص. محمد، جرأة ولا مواصلة بتحفظ في الأشواط الإضافية؟ السيناريو اللي انتهى بيه المباراة كابتن محمد لازم تبقى بتوازن، فاهم؟ كان ما عندك ريسك شوط كامل. صحيح. فأنت بقى السيناريو ده يخوفك، فلازم تبقى هادي وتلعب السهل، وما تصعبوش الامور على نفسكم، والمدافعين ما يسرحوش مع اللعب، يبقوا مركزين طوال الوقت. شكرا محللي بي ان سبورتس مرة أخرى إلى عصام والأشواط الإضافية من هذا. عصام تفضل. أهلا بكم مرة أخرى وطاب مساءكم بكل خير بانتظار ركلة البداية في الدار البيضاء للشوط الثاني بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي مالي وتونس. الآن المطالبة بجرأة أكثر، طالبتم بالجرأة أصلا قبل المباراة، والآن الظروف تهيئ أكثر لهذه الجرأة المنتظرة في الشوط الثاني. لكن جرأة مدروسة ومن غير تعجل، من غير لابد نكون كذلك أنه تتعب الصبر، لأنه يعني مثل هذه المباريات قادر نجيك كونتر اتاك أو كرة ثابتة وتقبل هدف.
فيصير نوعا ما من الاحباط. اي بس اذا بالغت بعد بالتحفظ والانتظار ممكن تندم. لا التحفظ لا، بالرغم احنا كما دخلنا في الشوط الاول بمعنى الضغط على مناطق المالي، نحاول ان نستحفظ على الكره. انا التغيير لابد ان يحدث لانه سيعطينا اكثر حيويه على مستوى الطرف الايسر خاصه. بس دخلت تلعب مع منتخب 11 لاعب، الان تلعب في الشوط الثاني مع منتخب 10 لاعبين. نطالبوا بالتغيير وعوده حنا بعد الى وسط الملعب، سيعطينا نوعا ما من حيويه في وسط الملعب. وضع العاشوري ان كان جاهز او تونكتي على طرف، عاشوري او تونكتي في الغالب سيستصل الكره ولديه الوقت لانه لا يوجد معنا منقوص المالي من اللاعب، وهنا نعول على المهاره في الواحد ضد واحد، مراوغه، فاول، كروس. ثم لابد ان نكونوا شرسين امام المرمى. وتضم صوتي لمحمد المستوري في فرجاني كان موجودا ولا نعرف من سيكون تم تغييره، وحنا بعد كذلك يكونوا متواجدين لانه شاهدنا نوعا ما انه سخيري يسدد، لكن لابد ان نكونوا معنا قراب من مناطق 18 في الكرات العائده قادرين على التسديد او نكسب الكرات الثانيه. شوط اول كان جيد مقارنه بالمباريات الماضيه، لكن هذا غير كافي. احنا نتكلم على خروج المغلوب، يعني لابد ان نستغل الفترات الايجابيه في مباراه اليوم لا تجد افضل من السيناريو الذي حدث. كارت احمر تحت ضغط وبدات مباراه بشكل جيد وضغط بشكل جيد، فلابد ان نستمر على هذه الوتيره ونستغل فتره القوه، وان شاء الله نستطيع التسجيل كي نحل نوعا ما الاشكال الذي نعاني منه. في تونس الكثير من الانتقادات وجهت لفرجاني في المباريات السابقه، لكن اليوم قدم شوط اول ممتاز، هو وكل خط الوسط اللي قدم شوط اول مثالي وفاز بالكثير من الثنائيات قبل وبعد الكرت الاحمر. هو عاملين التوازن للفرقه محمد، هو شوط في توازن عشان اللعيبه بتوع وسط الملعب بتاخد الصراعات الثنائيه، تاخد الكره الثانيه. محتاج بقى الشوط الثاني وانت بتلعب 11 قدام 10 لازم لعيبه ذات جوده التمرير فيها ريسك، صحيح، فيها المغامره، ايجاد اللعيب الحر الفري اللي بين الخطوط. لحنا بعد لاسماعيل الغرب الاثنين دول بيتحركوا كويس قوي بين الخطوط، بس لازم لعيبه وسط الملعب الياس وساسي العب ليه. الشوط الاول الاثنين تشعر خيارهم الاول كان الاطراف. اللعيبه بيظهروا بين الخطوط فلازم تديله اسماعيل او عنا بعد، لان الاثنين دول عندهم المقدره في عمليه التسديد او عمليه الاختراق، فاهم؟ والاثنين دول لازم يبقوا في عمق الملعب. هذه كانت واحده من الفرص الممتازه في الشوط الاول، والاثنين رجلين كويس على المرمى محمد اسماعيل وعنا بعد. فجرب فلازم ايجاد اللعيب الفري الحر. علي العبدي يروح، فاليري ناحيه اليمين نروح، لان في لعيبه في نص الملعب هتغطيك. خد الريسك يا سامي، ما هو انت بتلعب 11، هو انا اللي بتاع مالي اللي هاخد الريسك؟ لا، فانت لازم تغير بين الشوطين لعيبه بمواصفات وسط ملعب ذات نزعه هجوميه، واللعيبه اللي بين الخطوط حل من الحلول مع الريسك مع التوازن اللي انت ظهرت بيه. ممكن الامور توصلك ان شاء الله تبقى في الدور القادم وتلعب السنغال. كريم اكيد انه نواصل على نفس الروح، نضغط على المنافس طبعا مع توازن دفاعي. يعني لابد ان نكون حذرين خاصه على مستوى الفاولات على الاطراف. فمنتخب عاشوري يبدا الان مع بدايه الشوط. ممتاز. هذا التغيير الذي كان مطالبا هنا في الاستوديو سيحدث الان مع بدايه الشوط الثاني. مره اخرى نعيد الكلمه الى عصام الشوالي وركله البدايه للشوط الثاني من هذه المباراه. عصام.